عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما هنبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. دي تاني بقى روتين ان شاء الله هنعمله. هصور لكم بقى الأوضة اهو. تاني روتين احنا عملنا الأوضة الكبيرة، هنعمل بقى الأوضة الصغيرة بتاعة الأطفال. ده انا أول ما بدخل اهو دي الأوضة بتاعة المتواضعة الايه بتاعتنا. عندنا هنا منظر الأوضة اهو قبل ما نعمل فيها أي حاجة. المرة اللي فاتت أنا كنت مصورة لكم وانا كنت اللي طلعت عشان ما كنتش ناويه اصور. يا منظر الاوضه اهو، شوفوا عامل ازاي. كراكيب 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 بقى، العيال لسه صاحيه من النوم ويلا يلا يلا عشان نلحق نطلع. يا منظر الاوضه اهو. هننضف بقى برضو زي المره اللي فاتت. هنحوش بس الاول فرشتنا دي نطلعها فوق على السطح، ونطلع المراتب دول مراتب قطن هنطلعهم على السطح وهوريكم معانا كل حاجه. هنشد الملايات بقى الاول دي عشان نشغل عليهم الغساله، عشان ما نسيبهمش في قلب الغساله مركونين. ودي البلكونه بتاعتنا هوريها لكم. ده الدولاب برضو هننضف فوق وهقول له فكره الدولاب دي هقولها لكم. فكره جميله 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 وهتتبسطوا منها. هنعمل بقى نشيل الملايات بتاعتنا دي ونطلع فرشتنا فوق على السطح واوريها لكم، وهوري لكم بقى كل حاجه معانا في الفيديو ان شاء الله. طلعنا الفرشه بتاعتنا فوق هي على السطح، حطيناها بقى كميه راحه نفسيه كده. اما تطلعي حاجتك وتحطها في الشمس بتديكي بقى، بتحوش من عندك الطاقة السلبية وبتديكي طاقة إيجابية. يعني شوفوا ما شاء الله طلعنا الفرشة كلها اهي اهي. حتى السجاد اللي فرشاه كنت غاسلة السجاد بتاعي وعيناه، فأنا رحت جاية مطلعاه في الشمس يشمس. والمخاديد واللواح اهي، والحاجات دي على بعض الظهر بقى كده الواحد يقلبهم علشان ياخدوا تحميصة من على الوش التاني، وعلى العصر الواحد ينزلهم وهم سخنين. احنا قبل ما شديت الملايات بتاعتي بقى زي ما انا قلت لكم وزي ما انتوا عارفين، اللي انا بشد الملايات بتاعتي وبروح مشغله عليها غساله دوره في الغساله علشان ما يكونش عليا هدوم. قبل ما قبل ما اطلع المرتب كنت مشغله الغساله على الهدوم بتاعتي. يا رب كده لو انت وصلت معايا هنا للفيديو اعملي لي لايك حلو وكومنت. منظر الشمس ومنظر الحاجه في الشمس شكلها جميل كده وبتدي راحه نفسيه. لو انت بقى اتوصلتي معايا لهنا اعملي لي كومنت حلو وشجعيني، وقولي لي لو الروتينات ديت عجبتكم يعني تاني اعمل لكم منها كمان. يا رب كده يكون احنا عند حسن ظنكم، وبنكون بنشجعكم. يعني يكون الفيديوهات بتاعتنا دي بتديلكم تشجيعة، ويكون بتفرحوا كده بحاجاتنا ديت. ويا رب كده تفرحوني زي ما انا بفرحكم كده، او اللي بيعزني يعني يعمل لي لايك كده ويعمل لي كومنت حلو. ومعاك احمد ابن الشقي اهو رايح يلعب في الزرع بتاعي وهيتضرب. هو شاطر واحلى حاجه فيه اللي هو بيساعدني، وهو اللي مطلع معايا الحاجات. بيلعب بالقطه اللي هو عينها مخبيه. عندنا هنا قطه صغنونه والده، وهم قاعدين حابسينها هنا كده ما طلعتهاش عشان ما تطلعش فوق الفرشه بتاعتي وفوق حاجتي. هوريكم بقى كده كل حاجه معانا في اليوم، وهوريكم تفاصيل اليوم بتاعتي. انا هعمل ايه في الاوضه وهعمل ايه في البلكونه بتاعتي الحلوه الجميله ديت. هنعمل فيها ايه وهننضفهم وهنعمل حاجاتنا كلها احنا كلنا شطار، كلنا بنعرف نعمل. ما انا ما بعلمكيش ولا حاجه، بس انا بشجعك. يعني انت شاطره وبتعرفي تعملي، احنا بنشجع بعض. انا واحده من الناس لما بتفرج على فيديو روتين انا بشجع وبعمل. ف... فيا رب كده يكون احنا بشجعكم. عاوز ايه؟ ها؟ نام نام، فط يا بابا فط. عيالي بقى يوم ما يكونوا مطلعين المراتب كده يقعدوا يتنططوا عليه. يلا. شوفوا بقى تحوشنا كل حاجة، وطلعت الالواح والمراتب زي ما قلت لكم طلعناها في قسطره. زي اي بيت مصر كل واحد حاجات بتزيد من عليها بيحطها تحت السرير. دي البطاطين بتاعت الشتاء مغسوله وبجيب لها الاكياس دي بحطها فيها. وهنا بقى كراكيب بقى، وهنا كل حاجه هتنضف. عامه الواحد بيجي قبل ما بيبدا في التنظيف بيحس ان عنده كسل بطريقه فظيعه ومش عاوز يعمل اي حاجه. الواحد بتلاقيه كسلان وتلاقيه كسلان على الشقه كده ومش عاوز يعمل اي حاجه. نفتح بقى كده شبابيكنا عشان ننضفها كده بقى ونوضب اهو. نفتح كده للشمس كده والجو الحلو ده كده يدخل اهو. نفتح بقى شبابيكنا كده علشان الشمس كده ونور ربنا يدخل عندنا اهو. ده الدولاب بتاعي ده بقى هقول لكم فكرته. دي فكرته خطيره. الدولاب بتاعي كان دولاب صغير،
فديت ده النيش بتاعي، انا ما عنديش له مكان هنا، كنت مأجرة واما جيت خدت البيت ده فما كانش فيه مكان يتحط فيه النيش وكان مركون. اللي خلاني مركون ايه، رحت جايباه ورحت عاملاه زي ما انتم شايفين كده، دولاب، دولاب كبير لاولادي حاطين فيهم هدوم. ده النيش والاصفر ده كان المكان الازاز بتاعه زي ما هو. فهعمل ايه، فالهدوم هتبقى باينه من جوه، فرحت انا جايبه ستيكر كده ولزقته على الازاز علشان ما يبقاش مبين اللي جوه. وبقى ما شاء الله تحفه تحفه تحفه، جميل يعني، جربوه وما انتش هتندموا. نخش بقى على البلكونه بتاعتنا، بقت كلها كراكيب بقت وكلها حاجات، مش كراكيب قوي يعني هنا عندنا اهو، هنمسكها برضو كده، بمسكها انضفها. انا حاطه ستاره هنا كده على البلكونه علشان لما باجي انشر وارجع اعمل هنا دي شلته كده بنفرشها، بنقعد عليها اما يكون النور قاطع، يعني زي ما انتم عارفين الجو بيبقى حر وبنقعد في البلكونه. وهدلق بقى فيها ميه كده وهنمسح بقى وهننضف، وهنوريكم معانا الحاجات دي ايه خطوه بخطوه. وريكم بقى على شهادات الشرف بتاعت اولادي احنا عامله زي ما يكون حته ايه، حته الشرف بتاعت المدرسه او الجدار اللي كانوا بيعملوه زمان بتاع المدرسه. ده العسل احمد ابني وهو صغير، شوف عامل ازاي دلوقتي يا باي، مكفرني في عيشتي، النور ضرب في القلب الصور. شهادتهم بقت ما كانوش برضو يخلوها مرميه كده على الارض، كل واحد عاوز يعلق الشهاده بتاعته. ولسه في كمان هوريلكم كمان الشهادات بتاعت احمد عقبال ولادكم كده يا رب، احب وبشجعهم. هي اصلا الاوضه كلها عاوزه ازاله يعني، عامه عاوزه لها بقت وش نظافه ودهان والحاجات دي، بس ما هوش وقته، احنا دلوقتي داخلين على المدارس ومالوش وقت الكلام ده. هنعمل بقى حاجاتنا كده كده بقى تتنشطوا كده وحيويه. واللي وصل معايا هنا معلش تاني ما ينساش يعمل لي لايك ويعمل لي كومنت حلو. هنبدا بقى كده هوريلكم واحنا بنعمل تنظيف بقى شبابيك وبيبان، ونمسح الخشب والمروحه وكله كده بتنضف. اشوفكم بقى واحنا بقى بنعمل برضو معاكم كده وبنمسح وبنطلق ميه في البلكونه ونمسح. قبل ما هنعمل اي حاجه في الاوضه جوه لازم تنضفي الشبابيك والبلكونه، تبدأي من اول حاجه البلكونه. انا طلعت هنا الكبرتيات بتاعتنا اللي احنا بنضغطها بقى هنا علشان المراوح في الشمس، وهنضف بقى. تشوفوا التراب، شوفوا التراب عشان احنا بقى يا رب يكون واضح. استنوا كده اما افتح لكم الفلاش، شوفوا التراب تعرف عشان احنا بقت في الصيف وبنفتح الشبابيك علشان الجو حر والحاجات دي. قبل ما هنعمل اي حاجه هنمسك كده وننضف الشبابيك بتاعتنا من التراب كله كده، ونكنس بلكونتنا ونزعفها من فوق ونعمل كل الحاجات دي. قبل حاجه لازم تعملي البلكونات بتاعتك الاول. عندك بلكونه، عندك شباك، عامه اي ما عندكش حتى بلكونه، الشباك اللي في الاوضه اللي هتعملي بها تعمليه الاول، تنضفيه الاول. هنمسك بقى كل الحاجات دي كده ننضفها. هعملها معلش بقى انا اللي بنضف العيال في الدروس، وانا بقى اللي شغاله كده مع نفسي. هنضف بقى البلكونه بتاعتي ديت الاول تنظيف حلو علشان اطلع فيها الحاجات اللي عندي بقى، كل الحاجات بقى اللي في الاوضه دي اللي في الارضيه دي اطلعها في البلكونه علشان بقى تنضف بقى وامسح تحت السرير واجهز بقى الحاجات دي كلها. الشجاعي كده، يلا الشجاع، نشاط وحيويه نشاط وحيويه. نجهز بقى العده اللي هنغسل بها البلكونه. انا عامه اهم حاجه عندي البلكونه. انا جايبه هنا ميه وجايبه هنا شويه بريل هنا وشويه حاجات هنا والفرشه بتاعتي. الجدار بتاعي ده زي ما انتم شايفينه كده مبقع من اللي بيجي يطلع بقى واللي بيقف واللي بيعمل. اغسل بتاع الجدار والشبابيك بدلق عليها ميه وبندلق ميه. احنا عندنا هنا في صرف هنا في البلكونه بيصرف في الشارع. انا بقى بحب اغسل الجدران بتاعت البلكونه بتاعتي بالذات على العموم عشان هي عندها صرف، فالصرف بينزل في الشارع. انا لو عندي امكانيه اطلع السراير بتاعت الاوضه بره هعمل، بس المشكله في بقى اللي الميه هتروح فين، هتجري مننا تروح فين. فبعمل كده بغسل نظافه بقى كده وتحس براحه نفسيه كده وانتوا بتطلقي الميه. ده الميه دي ما شاء الله ما شاء الله. الشبابيك برضو نفس النظام اهو. الشباك بتاعي ده كده بروح ماسكاه، انا نضفته من التراب عامه يعني، بروح جايه بقى كده بروح دلقين فوق ميه كده، بس ابعدي بقى عن الكهرباء بتاعتك دي، مفيش بقى التراب ومفيش الحاجات دي. اخلص بقى كده زي ما انا وريتكم اللي انا بعمله، وهنغسل بقى البلكونه بتاعتنا دي بقى غسله محترمه بقى كده بقى، ونزق بالمساحه ونغسل الجدار بتاعنا كمان واوريكم بقى الحاجات اللي احنا بنعملها. انا بقى هنا
عملت الشبابيك وغسلتها. لا حول الله يا رب، الراجل ده مستقصدنا في كل فيديو ولا؟ غسلت الشبابيك اهي، هتنشف، الدنيا حر وهتنشف. غسلتها كده بقى تحوش التراب. نعمل ابات، هنشد بقى الميه بتاعتنا دي بالمساحه. يا على كميه الراحه النفسيه اللي انت بتلاقيها اما يكون انت بتنضفي كده ومضلقه ميه. يا سلام، نحب احنا البلبطه، احنا ونحب البلطه. شوفوا، عندي بقى هنا كده الميه بتنزل في الشارع، عندي لها ماسوره هنا كده اهي، بتنزل في الشارع اهي. راحه نفسيه كده اما الواحد يمسح وينضف. هنزق ميتنا ده بقى بالمساحه. اهم حاجه البلكونه قبل ما تنضفي اي حاجه. احنا نضفنا بره، عملنا جوه اهو، عشنا كل حاجه، مش بس اللي هنمسح بس. نضفنا ورا السراير ونضفنا الجدران وهبينا ونضفنا هنا ومسحنا. هنمسح ونلمع الخشب بتاعنا، يعني نشاط وحيويه كده. تتنشطي معايا وتعملي، هتلاقي نفسك كده اصلا اول ما بتقومي تشتغلي هتلاقي نفسك كله جه ورا بعضه. هتحبي تشجعي، انا نضفت دي ولسه تاني، نضفت دي ولسه تاني، هتتجدعني وهتعملي. هنعمل بقى كده ونوريكم بقى خالص اما نخلص. هنوريكم الشكل النهائي بتاع الاوضه بتاعتنا، او لسه هنوريكم حاجه بسيطه. انا لسه الهدوم محطوطه في الغساله هتتغسل. هوريكم بس المراتب واحنا فوق واحنا بنقلبها بقى كده، ولو عرفت اصور لكم واحنا بننضفها وننزلها يبقى خير وبركه. تشجعي كده وتنشطي. واللي وصل معايا بقى هنا لغايه دلوقتي كده يعمل كومنت حلو ويعمل لي لايك، علشان احنا كده نشجع ونعمل كلنا حاجات ونشجع بعضينا، احنا اللي هنشجع بعضينا. يلا بقى كده هنوريكم بقى التاني واحنا بنشتغل. خلصت اهو، خلصت ماشين. ادي الهدوم بتاعتي اهي نشرتها. راحه نفسيه غير طبيعيه بقى لما الواحد بيخلص كده ويرتاح اهي. والبلكونه بتاعتنا عادت زي الفل وزي القشطه. تنامي فيها، تنامي في الارضيه كده من الحلاوه بتاعتها ومن نظافتها كده ومن ريحتها مع المعطر اللي احنا حاطينه. الاوضه بتاعتنا برضه اهي رخره، خلصت اهي، خلصناها كلها ومسحنا. اوريكم بقى، انا بوريكم ايه قبل بقى ما نفرش وقبل ما ننزل حاجاتنا وقبل ما ننزل الحاجات اهو. مسحنا كل التراب بقى وهبينا كده ونضفنا فوق وتحت والمروحه وهنا بقى الحيطه بتاعت الشرف بتاعتنا دي بقى ايه. موريكم الحاجات دي عشان البشر مش هعرف. دي الشهادات بتاعت شهاده بتقول عمايلها، يعني هي بتساعد معايا. ادى الشهادات بتاعت الدكتور احمد بتاعنا الحته العسليه السكره ده كده، كان واخد شهادات في المكتب. زعل وما عاوز ان انا اعمل له شهادته، فهعمل له فين؟ لزقت على الجدار اما اشوف اخرته ايه اهو. دي بقت حائط البطولات زي ما بيقولوا، حائط البطولات بتاعتنا، الحائط بتاع البطولات. خلصنا هنا كل حاجه اهو كده، ما شاء الله ما شاء الله. احنا بقى كده خلصنا. هنمسح بقى قبل ما ننزل الفرشه بتاعتنا اللي على السطح. انا هطلع دلوقتي، احنا النهارده الوقت بعد الظهر، هطلع دلوقتي اقلب المراتب بتاعتي واقلب فرشتي اللي انا عاملاها، اقلبها في الشمس عشان تاخد كمان ايه تشميع من الجنب التاني. هنمسح قبل ما ننزل الفرشه بتاعتنا، هننزلها على بعد العصر. باخد كمان كده ايه تطويقه كده بالشرشوبه، نمسح كده تلميعه بسيطه عشان بيبقى فيه تراب وفيه حاجات من دي. لما نخلص بقى كده وهوريكم الاوضه بعد ما بنفرشها وبعد ما بنخلصها. يعني ربنا يعين كل واحد. هو التنظيف ايوه ما هو سهل، الواحد بيهبط في التنظيف، بس بقى بعد ما بيفرش وبعد ما بيخلص بيحس بالراحه النفسيه اللي هو اشتغلها. بيحس بقى كده اللي هو كده ما عادش فيه تعب، ما بيلاقي الحاجه اتنضفت وطلعت حلوه ما عادش بيلاقي تعب. شجعهم واعملوا، وخلوا بناتكم واولادكم تساعدوا معاكي اولاد صغيره خلوهم يطلعوا معاكي، او كبار خلوهم يطلعوا معاكي الفرشه فوق على السطح ينولوهم، هيطلعوا وهيفرحوا معاكي. بنوته ربنا يخلي اللي معاها بنات، يعني ربنا يخليها لها هتساعدك وهتعمل معاك. قول لها اعملي حتى لو صغيره، مسكيها هدمه كده وقولي لها امسحي ونضفي. شجعي اولادك عشان يتعودوا على كده او يطلعوا على كده، اللي هم يطلعوا نضاف وينضفوا ويعملوا. اوريكم بقى الشكل النهائي بعد ما نخلص كده. كفايه عليكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل. نوريكم الشكل النهائي بعد ما بنخلص الاوضه بقى وهنفرشها، هنوريكم المنظر بتاعها. يا رب كده يكون الفيديوهات بتنال اعجابكم، ويكون احنا دايما كده عند حسن ظنكم. احنا بنخرجنا شويه عن الطبيعي، ولو الفيديوهات بتاعت الروتينات دي عجبتكم عرفوني، يعني ما فيش منها حماس قولوا لي وانا ما عدتش هعملها. يلا كده بقى نخلص ونوريكم بقى الشكل النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هوريكم بقى الاوضه بعد ما خلصت. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من الأول خالص أهو، زي ما انتوا شايفينها ما شاء الله. بقت راحة نفسية بقت غير طبيعية بعد ما الواحد بيخلص كده أهو. أهو ما شاء الله. خلصتها بقى كده وفرشتها وفرشت سجادها وفرشت كل حاجة، وحطيت بقى الستاير بتاعت الشتاء. لما يكون احنا في الصيف بحط ستارة واحدة بس كده، اما يكون احنا في الشتاء بغطي الجدار كله، عشان احنا داخلين بقى على دخلة الشتاء بالمرة، وانا بنضف بغطي الجدار كله علشان يبقى كله ايه، متغطي كده وشكله حلو، عشان يدفي الأوضة بالذات، عشان الأوضة دي على الشارع وفي بلكونة كمان فبتبقى برد شوية اهو. يا رب يكون احنا كده دايما عند حسن ظنكم، ويكون احنا بننال اعجابكم، ويكون دايما كده يعني مشجعين معانا وبتعملوا حاجات، والحاجات اللي انا بعملها دي يكون بتشجعكم. واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.